أهلا بيكم مستمعينا. سوق الانتقالات الصيفية بدأ يسخن، وكالعادة الأنظار كلها على إسبانيا، خصوصاً برشلونة وريال مدريد. أكيد الأجواء حامية جدا السنة دي. النهاردة هنغوص شوية في آخر الأخبار اللي وصلت لنا من الناديين دول بتاريخ النهاردة 22 يونيو 2025. يعني هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط وخططهم للموسم الجاي. تمام. والحقيقة الحلقة بدأت بالفعل في المعسكرين، بس يمكن باتجاهات مختلفة شوية، وحتى في تقاطع غريب في الاهتمامات بينهم. نبدأ ببرشلونة؟ يلا بينا. برشلونة يعني في اسم بيتردد بقوة جدا الفترة دي، نيكو ويليامز طبعا. بالظبط، نيكو ويليامز. الكلام كله إن ديكو معجب بيه جدا، لدرجة إنه وصفه بالحل الأمثل لمركز الجناح الشمال. وبيقولوا اللاعب نفسه كمان عايز يجي برشلونة. بس السؤال، هل هو فعلا الحل الأمثل ده؟ يعني بالنظر لتكلفته ومشاكل برشلونة المادية المعروفة؟ هو شوف، من الناحية التكتيكية الفكرة واضحة جدا. يعني ويليامز شمال ولامين يامال يمين، ده هيدي فريق هانسي فليك سرعة وعرض كبير للملعب. فكرة ممتازة بصراحة. تمام. بس زي ما قلتي، المشكلة في الفلوس. في كلام عن إنهم محتاجين يوفروا حوالي 40 مليون يورو عشان يقدروا يخلصوا الصفقة دي ويفتحوا شوية مرونة مالية. 40 مليون ده مبلغ كبير. إصرارهم عليه رغم المبلغ ده يعني بيقول إنهم مصممين يعيدوا بناء الهجوم بأسماء شابة وقوية. بالظبط، واضح إنها أولوية. طيب، وبعيدة عن ويليامز، برشلونة أعلن فعلا عن صفقة رسمية أولى، صح؟ الحارس الشاب خوان جارسيا من إسبانيول. أيوة، تم الإعلان عنها. بس للأسف يعني في خبر مقلق شوية مرتبط بالصفقة دي. بيتقال إنه اضطر يغير رقم تليفونه بسبب تهديدات وصلته بعد الإعلان. يا خبر، ده شيء مؤسف جدا. التعصب ده مشكلة كبيرة. طيب، وبمناسبة حراسة المرمى، في كلام كمان عن ترشتجن؟ في زي قلق كده جوه النادي بخصوص مارك أندري تيرشتيجن. قلق ليه؟ بسبب الإصابة القديمة في الركبة؟ الموضوع خطير يعني؟ هو ده الكلام. المصادر بتقول إنه لسه بيعاني من آلام في الركبة، وده طبعا بيخليهم يقلقوا على جاهزيته للموسم الطويل. ويمكن وده المقلق أكتر، إنهم ممكن يفكروا في خيارات تانية لو الوضع ما تحسنش. الكلام حتى وصل ليه التفكير في التخلص منه. لا، دي كبيرة دي. تغييرات محتملة في حراسة المرمى إذن. طيب، ومين تاني برشلونة بيفكر فيه؟ سمعنا اسم ماركوس راشفورد بيرتبط بيهم. فابريزيو رومانو أكد إن راشفورد نفسه كان مهتم جدا، يعني كان عايز يروح برشلونة. بس المعلومة المؤكدة دلوقتي إن قرار برشلونة هو لا، مش هنتعاقد معاه. خلاص اتقفلت دي. على ما يبدو التركيز دلوقتي أكتر على لعيبة شباب زي روني براتشكي من كوبنهاجن وألبرت فاريلا من دينامو زغرب، وفيها مسات كده عن جوليان ألفاريز من أتلتيكو كبديل محتمل لليفاندوفسكي. معلومة واضحة جدا، أنسو فاتي مش في خطط برشلونة للموسم الجاي. واضح إنه مرحلة إعادة البناء دي هيكون فيها يعني تضحيات بأسماء كانت مهمة. تمام. يعني برشلونة بيركز على أهداف معينة جدا وبيحاول يوازنها مع وضعه المالي الصعب. نروح بقى للضفة التانية، ريال مدريد. شكلهم بدأوا الصيف بقوة خصوصا في الدفاع. بالظبط، كان في كلام عن عرض من روما للمدافع إيفان إنديكا بحوالي 40 مليون يورو، بس ريال مدريد رفض العرض ده. رفضوا ليه؟ السبب المعلن إنه مالي، خصوصاً بعد ما دفعوا يعني مبلغ كبير 60 مليون يورو عشان يجيبوا دين هوينسن من بورنموث قريب. فالصفقة دي شكلها استنزفت ميزانية الدفاع عندهم شوية. يعني الرهان كله دلوقتي على هاوسن؟ يبدو كده. هو الاعتماد حالياً على ثنائية هوينسن وأسينسيو في قلب الدفاع كأفضل حل مؤقت، لحد إن روديجر وميليتاو وألابا يرجعوا من الإصابات. منطقي. وفي كمان كلام عن أليكس خيمينيز، اللاعب اللي كان في الأكاديمية. أيوة، اتفقوا إنه يكمل مع ميلان كمان موسم. بس الأهم إن لاير مدريد لسه عنده خيار إعادة شراء ب10 مليون يورو. يعني الباب لسه مفتوح لرجوعه؟ مفتوح، بس الخطوة دي متجمدة حالياً. السبب وجود ترينت ألكسندر أرنولد، وكمان مستنيين يشوفوا كارفاخال هيتعافى إزاي. بس اللاعب لسه تحت المراقبة طبعاً. طيب، بعيداً عن الملعب شوية، لفت نظري خبر الشراكة التجارية الجديدة مع لويس فيتون. دي خطوة شكلها مهمة جداً، وبيقولوا إن قيمة الصفقة دي أعلى من الشراكة اللي فاتت مع زينيا بحوالي 3 مليون يورو.
ده بيوضح إن العلامة التجارية للنادي لسه قوية جدا. أكيد. نرجع للملعب. مين المؤكد رحيلهم عن ريال مدريد الصيف ده؟ أسماء كبيرة بتودع. تماماً. اتأكد خلاص رحيل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز وخيسيوس فايخو مع نهاية عقودهم. وفي المقابل زي ما قلنا اتأكد وصول دين هويسن وكمان ترينت ألكسندر أرنولد. وفي كلام كمان إنه رودريجو ممكن يمشي هو كمان، صح؟ خصوصاً مع ظهور اسم تاني مشترك، نيكو ويليامز تاني. يعني لو لخصنا المشهد بسرعة، برشلونة عايز صفقات نوعية ومحددة خصوصا في الهجوم، بس الفلوس مشكلة. ريال مدريد دعم دفاعه بقوة ودعا نجوم كبار، ودلوقتي بيبص للهجوم وبينافس برشلونة على نفس اللاعب، وهو ده التنافس المباشر على نيكو ويليامز. ده يمكن أكتر نقطة مثيرة دلوقتي. الصراع ده بيدينا مؤشرات، وده السؤال اللي ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. الصراع المباشر ده بين العملاقين على لاعب شاب زي ويليامز يا ترى بيكشف إيه عن ميزان القوى المستقبلي بينهم، أو عن أولوياتهم الاستراتيجية المختلفة للموسم الجاي؟ نقطة فعلا تستحق التفكير.